حبيت النهارده اخدكم معايا في جوله لمحافظه انا بحبها جدا. بس عشان خاطر اروح المحافظه دي لازم الاول انزل ميدان رمسيس، واللي قدامنا مسجد الفتح من اكبر المساجد الموجوده في ميدان رمسيس. ومسجد الفتح هو صاحب اطول مأذنه موجوده، وعلى يمينه على طول هنلاقي محطه قطر رمسيس. ولقيت كمان التحفه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ده جرار بتاع قطر يعتبر من اقدم الجرارات اللي موجوده، متصنع سنه حوالي 1865. هوريكم اليافطه دلوقتي اللي بتقول الكلام المنظر بتاعه تحفه، على ما اعتقد انه كان بيمشي بالفحم. شايفين المنظر عامل ازاي؟ شكله بصراحة روعة. بص كده، سنة 1865. وده مدخل محطة القطر. يلا بينا نخش بقى ونشوف القطر بتاعنا هنركبه وهنوصل محافظة ايه. انا عادة في السفر بحب جدا اركب القطارات عن العربيات، واول ما اركب القطر لازم اقعد جنب الشباك عشان اشوف المنظر الجميل منظر بصراحة مريح جدا للاعصاب، قليل جدا بالنسبة لنا اللي قاعدين في القاهرة عمرهم ما بيشوفوه. انا عن نفسي بحب جدا منظر الخضرة، وبحب جدا اقعد قصاد البحر، فالمنظر ده بالنسبة لي انا كان حاجة متعة بالنسبة لي. وهنا خلاص احنا وصلنا المحطة بتاعتنا. يا ترى احنا وصلنا فين؟ وصلنا محطة طنطا، من اجمل المحافظات اللي انا بحبها جدا. وما دام وصلنا طنطا يبقى لازم نزور السيد البدوي. كان النهارده الجمعة وقلنا نخش بقى نصلي الجمعة في السيد البدوي. بعد صلاة الجمعة الناس كلها خارجة من المسجد. المنظر بصراحة كان جميل، ناس جاية من كل المحافظات عشان خاطر تصلي الجمعة في السيد البدوي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ هسيبكم ثواني تتفرجوا على المنظر بعد الناس ما بتخلص صلاة أول حاجة بيخشوا عليها الحمص والحلاوة. نشتري الحمص والحلاوة من السيد البدوي. وده عم علي، راجل محترم جدا، وكمان بياع شاطر جدا. هو واقف في محل حمامسي البدوي جنب مسجد السيد البدوي على طول. هتلاقي عنده الحمص والحلاوة والحلويات الجميلة اللي انتوا شايفينها كل رواد السيد البدوي بيجي ياخدوا منها عشان خاطر يرجعوا يفرحوا أولادهم بيها. في عندهم الحمص اللي هو السايب، والحمص هو المعبأ الحمص كان سعره حوالي 46 جنيه للكيلو. وفي كمان تشكيله من الحلويات اللي هي بتاعت مولد النبي. في عندهم الملبل بالمكسرات، وعندهم الفوليه، وعندهم السودانيه، وكمان اشهر حاجه في طنطا الحلاوه الشعر. صعب جدا ان انت تلاقي غير الحلاوه الشعر دي غير في طنطا بس. وعندهم كمان الراس المشبك، وعندهم كمان الحمص اللي اكياس النص كيلو والكيلو. ودي تشكيله تانية من الحلويات اللي هي الفندام والملبس والحاجات دي. في حاجات بصراحه انا مش عارف اسمها ايه، يعني دي انا مش عارف اسمها ايه. اللي يعرف اسمها يكتب لي في الكومنتات تحت، بتسموها ايه؟ انا مش عارفها بصراحه. ودي جوز الهند مبشوره اللي بتكون موجوده في حلاوه المولد. وهنا عندنا البواكي بتاعت الحلاوه الطحينيه جميله جدا بصراحه. وهنا كمان السودانيه والسمسميه، بصراحه انا بحب جدا السودانيه. وهنا بقى حب العزيز، حاجه كده تحفه بصراحه. انا جربته من فتره قريبه، كان طعمه روعه وجميل جدا. الكيلو بتاعه كان بحوالي 100 جنيه عندهم هناك. في منه نوعين، النوع الطري والنوع الناشف. النوع الناشف اللي زي ما انتم شايفينه ده لو هتسافر لمسافات بعيده، ان حب العزيز لازم يكون موجود في الميه على طول. وانا كده خلصت جولتي، اشتريت شويه حاجات وهمشي. كل فتره هنزل محافظه. قولي لي بقى اشهر محافظه انزل فيها ايه. مع السلامه.